إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. والانطلاق مباراة كما قلنا مباراة قوية، مباراة من المنتظر أن تعطينا فكرة جيدة عن استعدادات بطولة بطل العالم المنتخب الإسباني، وكذلك المنتخب المصري الذي كما أشرت في البداية يسعى إلى تقديم دور ومردود أفضل مما كان عليه في البطولتين السابقتين في البرتغال 2003 وفي تونس 2005. ضربة البداية لفئة المنتخب الإسباني الذي يهاجم حاليا، وعملية تقاطع وتسديد مباشرة وممتازة جدا. تدخل موفق من حارس المرمى محمد النقيب. والمنتخب المصري نتابع حتى نكتشف لاعبي المنتخب المصري حسين زكي كساعد أيسر، وهناك تعويض على مستوى الجناح الأيسر، يدخل بلال عواد في الجناح الأيسر إلى جانب حسين زكي والأحمر، ودخول جميل ورمية جزاء لفئة المنتخب المصري ممتازة جدا. دخول ذكي من حسن يسري، انطلاقة رائعة ورمية جزاء لفائدة المنتخب المصري. أحمد الأحمر أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في كرة اليد المصرية، وبين رجلي حارس المرمى ديفيد بروفيت. بداية موفقة للمنتخب المصري، بداية موفقة للمنتخب المصري والمنتخب الإسباني. مهم جدا أن يكون المنتخب المصري هو المبادر في هذه المباراة، لأننا جميعا نعلم قوة المنتخب الإسباني. إيكر روميرو ساعد أيسر حاليا بحوزته الكرة وينطلق وتمريرة ومحاولة إيصال الكرة ولكنها تضيع، وهناك تدخل من هاني الفخراني والحكم يوجه له ورقة صفراء. انذار الى الدفاع المصري. ليس مهما الانذار، المهم ان الكره لا تصل الى لاعب الدائره. اوريوس اللاعب الخطير جدا، وتقطع الكره، تقطع. هجمه مصريه والاحمر، والهدف الثاني ممتازه جدا. هدفان لصفر وبدايه قويه، ولكن حذاري من العوده الى الدفاع، لابد من تكثيف الدفاع والجناح. والهدف الأول يسجل من الجناح الأيمن للمنتخب الإسباني روبرتو غارثيا. أمامنا الإعادة، عملية ارتقاء ممتازة جدا. والهدفان مصر، هدف إسبانيا. بداية جيدة ومباراة واعدة، ودفاع المنتخب الإسباني بلاعب متقدم هو ديفيس، ومحاولة تمرير الكرة ولكن غير موفقة، لا تصل الكرة. هجمة إسبانية حاليا، هجوم سريع. ديفيس وتضيع عليه الكرة، تضيع تعود لفئة المنتخب المصري. أعتقد أن المنتخب الإسباني ما زال يبحث على التوازن، وفرصة سانحة للمنتخب المصري لتعميق الفارق، لأنه من المعروف وهذا شاهدناه في بطولة العالم أو في كأس العالم الأخيرة، المنتخب الإسباني لا من المنتخبات التي تفقد توازنها بسرعة عندما تكون النتيجة في غير صالحها. متقدم ممتازة من الأحمر، عملية تقاطع ويسري وتقطع الكرة. هناك تركيز على الجهة اليمنى لفئة المنتخب المصري. اللاعب أحمد الأحمر سريع وقوي في الحوارات الفردية بينه وبين إيكر روميرو الذي يراقبه بشكل مكثف. كما نلاحظ إيكر روميرو يلعب على مستوى 9 أمتار، ديفيس على مستوى 12 متر تقريبا. حذاري ومرة ثانية والكرة تضيع. مبالغة نوعا ما في التمريرات التحتية نحو لاعب الدائرة، ولكن تعود الكرة إسبانية حاليا. وجميلة جدا وفرصة الهدف ممتازة للغاية، جميلة جدا. ومصطفى السيد إذن يرفع الفارق، 3 أهداف مقابل هدف، وديفيس يرد بسرعة. قلنا مباراة شيقة، مباراة جميلة.
حسن يسري في التنسيق، مجبر أنه يلعب متأخر نسبيا نظرا إلى تقدم اللاعب ديفيس في دفاع المنتخب الإسباني. مراقبة على حسين زكي، خطأ على مستوى لاعب الدائرة هاني الفخراني على مستوى الدائرة. مركز مفاجئ وتضيع كرة، تضيع كرة وهجمة مصرية أخرى. حسين زكي والأرضية يغالط بها ديفيد باروفيه. حسين زكي يعرف جيدا الدوري الإسباني، يلعب في نادي أرغون، ومحاولة فردية من إيكر روميرو. أربعة أهداف مقابل هدفين، بداية موفقة، وبطل العالم موجود حاليا في موقف حرج، موقف صعب. حاول القيام بشغل وكيروميرو والتسديدة، ولكن النقيب في المكان المناسب، ممتاز جدا. هناك تغيير على يخرج صابر حسين يلعب دفاع ثم يترك مكانه إلى مصطفى السيد. هناك مشكلة في إيصال الكرة للاعب الدائرة. عملية تقاطع، يخرج الفخراني ثم يعود يدخل عملية تقاطع لتشتيت الدفاع الإسباني المركز على منطقة الوسط، ولكن مشي بالكرة ومخالفة إذن. ودخول إيكر روميرو، وهناك ورقة صفراء إلى الفخراني. أمامنا الإعادة بالفعل. طبعا من الصعب التصدي لإيكر روميرو عندما ينطلق. خوزي ماريا فاسكيز في التنسيق حاليا، ويأتي ومراوغة جسدية ممتازة ومعها ورقة صفراء لحسين زكي، ورمية جزاء لفات المنتخب الإسباني. بالفعل سيبحث عن الحلول الفردية المنتخب الإسباني. إيكر روميرو الاختصاصي الأول في رمية الجزاء، وتصطدم بالقائم وتضيع. إذن المنتخب الإسباني يضيع رمية جزاء. إيكر روميرو عملية الإسقاط كانت كعملية موفقة، ولكن طبعا التسديد أو توجيه الكرة لم يكن موفق. تبقى النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين لفائدة المنتخب المصري. بداية جيدة جدا ونحن في الدقيقة 9 من هذه المباراة. وذكية ذكية 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 جدا من حسين زكي الذي يعود إلى المكان الأصلي. نعرف أن حسين زكي لعب في نادي سيوداد ريال، وحذاري حسين زكي ما لديه مهمة صعبة في الدفاع. وانطلاقة وحركة فنية، حركة فنية من ديفيس لاعب نادي سيوداد ريال. يحافظ المنتخب المصري على تقدمه بفارق هدفين، 5 أهداف مقابل 3. الأمور تسير جيدة إلى حد الآن. نذكر أن المنتخب العربي الثاني في هذه المجموعة، مجموعة بريمن، والمنتخب القطري خسر المباراة الأولى أمام المنتخب التشيكي. وتسديدة ولكن سهلة بالنسبة للحارس العملاق ديفيد باروفيت. ومباغتة تسديدة من خوزي ماريا فاسكيز. قلت أن هذا اللاعب طبعا أقحم لإيجاد الحلول الفردية. الزاوية جملة، 5 أهداف مقابل 4. دفاع الإسباني دفاع متقدم، وجميلة جدا حسين زكي، تسديدة تحتية
بعد عمل تمهيدي من حسن يسري، وأمامنا تباغت حارس المرمى. هذا هو العمل التمهيدي. رائع التسديدات، 6 أهداف مقابل 4. وسيء استخدام حسين زكي في سيوداد ريال. المدرب رومان حشره في الجناح الأيسر، وحتى في الكثير من المرات حتى من معنوياته. كان وعملية ممتازة، ولكن على العارضة. الأحمر يبحث عن مساندة. حسن يسري، حسين زكي، ويتعرض للإصابة. اصطدام بينه وبين جرالدا. نتمنى أن لا تكون إصابة قوية. بالفعل حسين زكي عنصر هام جدا في تشكيلة المنتخب المصري. قلت أن المنتخب الإسباني يدخل خائفا من هذه المباراة بعد تألق المنتخب المصري في الفترة التحضيرية وفوزه في مناسبتين على المنتخب الألماني صاحب الضيافة. 6 أهداف ل4. دخلنا في الدقيقة 12 من هذه المباراة ضمن المجموعة الرابعة. الأحمر و صعبة نسبيا على بلال عواد. وبنفس الطريقة جرالدا. ونفس الإصابة التي تعرض لها حسين زكي. مفروض من الحكمان الأوكرانيان لودوفيك وفاكولا الانتباه إلى هذه التدخلات غير الشرعية من الدفاع الإسباني. حركة اليد والمرفق موجهة بشكل فيه نوعا من الخبث والبحث عن الخشونة والإساءة، خاصة من جرالدا. في العملية في منطقة الوسط، ونشاهد الدفاع الإسباني مكتف من منطقة الوسط. تصل الكرة وجميلة جدا. تصل الكرة إلى لاعب الدائرة محمد إبراهيم. إذن يضيف الهدف السابع، 7 أهداف مقابل 4، والمنتخب الإسباني بطل العالم في موقف خطير. إلى الآن أوريوس لم نشاهده إلى حد الآن. الأفضلية للمنتخب المصري إلى حد الآن. وسيخرج لمدة دقيقتين. الفخراني. بالفعل الإعادة. طبعا تخلص من أوريوس ثم كان تدخل، وشخصيا لا أرى في تدخله نفس الخطورة التي بلى. فعلا في خطورة لأن اليد كانت قريبة جدا من الوجه، ولكن ليس للحد الذي كانت فيه خطورة تدخل جرالدا على حسين زكي ثم على عواد، بلال عواد. المنتخب المصري في نقص عددي. إيكير روميرو ينطلق من بعيد. طبعا خفت الحركة أمامه في المنطقة بخروج
باستبعاد الفخراني، ويذلل إيكر روميرو الفارق. مصطفى السيد في الجناح الأيمن يحاول كسب الوقت للمنتخب المصري، يلعب في نقص عددي، وأمام من؟ أمام المنتخب الإسباني بطل العالم. ومشي بالكرة حسين زكي، وتعود الكرة إسبانية حاليا. خوزي ماريا فاكيرو، انطلاق روميرو وعلى يمين حارس المرمى، ولكن تعود الكرة إسبانية. وصعب جدا التصدي لأوريوس في مثل هذه المواقف، صعب. وستسمح لنا الإعادة بالتبين. أمامنا الإعادة، صعب. أوريوس 105 كيلوغرام وزنه، وبالطبع عندما يستلم الكرة فمن الصعب جدا التصدي له. وحسين زكي لا ما زال المنتخب المصري في نقص عددي، والفارق هدف وحيد إلى حد الآن، ويكتمل العدد حاليا. يعود محمد إبراهيم، ورائعة جدا من اللاعب أحمد الأحمر، تسديدة جميلة جدا. أمامنا الإعادة، وابتعاد عن حائط الدفاع، وفي الزاوية اليسرى للحارس ديفيد باروفيت. 8 أهداف مقابل 6. يدخل بيلوستيجي، واجتياز خط الدائرة من الدفاع، ورمية جزاء لفات المنتخب الإسباني. وصاحب رمية الجزاء الشهير خوان غارثيا يسجل الهدف السابع. خوان غارثيا الجناح الطائر ان صح التعبير، السريع جدا في الهجمات المرتدة، صاحب اختصاص في رميات الجزاء. وسيأخذ انذار طبعا أونتريريوس. أمامنا مباراة صعبة، والمنتخب المصري يقدم مردود جيد للغاية إلى حد الآن. أحمد سيسدد واضحة. سيضطر الدفاع الإسباني للخروج أكثر لاعتراض تسديدات أحمد الأحمر. والمدرب الإسباني غوميز باشتور يدخل غارثيا في الجناح الأيسر، وكذلك يدخل ألبرتو أونتريريوس كساعد أيسر، وبيلوستيجي كساعد أيمن. يريح إذا جراردا ويريح إيكر روميرو. تقدم دائما لفئة المنتخب المصري، ويرفض الهدف طبعا.
رمية حرة فقط لفئة المنتخب الإسباني، بينما يبقى أحد المدافعين ملقى على الأرضية، واعتقد بالفعل صابر حسين، ربما لا ليس صابر حسين، هذا هو أوريوس فونتشيسكا رولاندو، والفخراني هو الذي تعرض للإصابة. لم تكون سهلة المباراة. مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة الرياضية، أنتم تتابعون بطولة العالم في نسختها العشرين، بطولة العالم لكرة اليد ألمانيا 2007، المجموعة الرابعة في مدينة بريمن، والمنتخب المصري حاليا يقود المباراة ب9 أهداف مقابل 7. ومباغتة تسديدة من أونتريريوس، ألبرتو أونتريريوس الساعد الأيسر لنادي سيوداد ريال، وتغالط الحارس بعد أن اصطدمت بالفخراني. لا لوم طبعا على حارس المرمى ولا لوم على المدافع، هكذا شاءت الكرة. 9 أهداف مقابل 8. لم يفقد الأولوية المنتخب المصري لحد الآن، وتضيع تضيع. وهناك عدم تمركز دفاعي حاليا يحاول المنتخب الإسباني الاستفادة منه، ولكن طبعا صابر حسين كان ذكيا في هذا التدخل. هناك تغيير بين الدفاع والهجوم في المنتخب الإسباني، أوريوس وجربايا، وعملية إعداد جيدة، ولكن التسديدة من بيلوستيجي خارج إطار المرمى. 12 دقيقة تفصلنا على نهاية الشوط الأول، وإلى حد الآن بدخول محمد عبد السلام كساعد أيسر، بينما حسين زكي يغير المكان. ورائعة جميلة جدا عملية الارتمام من بعيد من محمد عبد السلام، واعتقد أنا شخصيا أن المنتخب المصري هو الذي يلعب بثوب البطل إلى حد الآن. وهذا اللاعب لا يترك ولو للحظة بمفرده. أوريوس 10 أهداف مقابل 9. تغيير مراكز في هجوم المنتخب المصري، حسين زكي في المنطقة الوسطى، الأحمر. ومن جديد التسديدات التي فقدتها كرة اليد العصرية من الأسلحة القديمة، والمدرب الإسباني يضطر إلى تغيير حارس مرماه، ويدخل الحارس خافيير هومبرادوس حارس مرمى سيوداد لتعويض زميله ديفيد باروفيت. هدف جميل، هدف جميل جدا من أوريوس، هدف رائع من أوريوس. قوة لعب الدائرة. 11 مقابل 10. والردة الفعل مرة أخرى من أحمد الأحمر. أمامنا الإعادة المراوغة، ويغالط الحارس خافيير هومبرادوس. صعوبة اللي يجدها المنتخب الإسباني لحد الآن غير متوقعة. ويدخل راؤول أونتريريوس، وهناك خطأ، هناك خطأ يعلن عنها الحكم الأوكراني، ومعه دقيقتان. ضد من؟ ضد الفخراني أو حسين زكي أو من اللاعبين؟ محمد إبراهيم أعتقد، محمد إبراهيم. عملية دفع حسب إشارة الحكم أمامنا.
وليست هناك عملية دفع، ليس هو الذي دفع هاني الفخراني، ولكن على أي حال أفضل يخرج محمد إبراهيم، لأن الفخراني لديه استبعاد قبل ذلك بدقيقتين. والمنتخب الإسباني في تفوق عددي ومتأخر بهدفين إلى حد الآن. وبصعوبة تدخل الكرة من روبرتو غارثيا بعد هذه اللقطة الجميلة جدا لألبرتو أنتريريوس. حركة فنية للكرة، والدفاع الإسباني يحاول الاستفادة من تفوقه العددي. يتقدم غارثيا وحركة ممتازة، حركة التفاف يقوم بها أحمد الأحمر رغم النقص العددي. 13 مقابل 11، هدف هام جدا بالنسبة للمنتخب المصري. لا ننسى أنه تحقيق هدف من الجناح وهو في نقص عددي يعتبر إنجاز. وتقطع كرة الأحمر وجها لوجه، هو سيلزاكي، ولكن هنا الحارس يتألق، خافير هومبرادوس يتألق، وتعود الكرة إسبانية. والهدف مباشرة اللاعب الخطير الذي كنا تحدثنا عنه في البداية، خوان غارثيا. حول الهدف من مرمى إسبانيا إلى مرمى مصر، لكن التقدم دائما للمنتخب المصري. لا ننسى أنه يلعب ضد بطل العالم. طبعا بخبرته يحاول كسب الثواني. وسيعود اللاعب حاليا محمد إبراهيم. ومباغتة أيضا، نقطة ضعف حراس مرمى المنتخب الإسباني. الكرات التي تأتي من خلف الدفاع لا يشاهدها حارس المرمى، خاصة عندما تكون الكرات أرضية. أربعة 12 هل طلب وقت مستقطع أم لا؟ النتيجة هناك إشارة. ونقاش بخصوص التأكد من النتيجة. هذا هو المدرب زوران زيفكوفيتش زوران أمام إعادة لهذه اللقطة وتصدي هومبرادوس، ويستأنف اللعب إذن. وسيخرج لمدة دقيقتين، واضح سيخرج لمدة دقيقتين الفخراني. محمد عبد السلام بالفعل عملية سحب اللاعب، سحب المنافس إلى الأرض. حاول المنتخب الإسباني فتح دفاع المنافسه المصري، ورائعة رائعة رائعة من النقيب، جميلة جدا. الجمهور في صالة ايفيدي دوم يصفق. تبقى النتيجة على حالها، ورغم أن المنتخب المصري لعب أكثر من عدة مرات، لعب في نقص عددي 4 مرات، يعني 8 دقائق يلعب في نقص عددي، ولكنه متقدم في النتيجة، وهذا هو الأهم. روح عالية، وتبقى الكرة إسبانية، وفرصة كبيرة غارثيا، والهدف
صعب انه يضيع كرات غارثيا. خوان غارثيا لاعب نادي برشلونة، خبرة طويلة. ورمية جزاء معها المفروض دقيقتان. والجمهور هنا، الجمهور يحتج. هناك عملية دفع واضحة. الأحمر وجها لوجه مع خافير هومبرادوس، وسهلة سهلة سهلة سهلة، ولكن ومع استبعاد لمدة دقيقتان استبعاد روبرتو غارثيا. عملية سحب، والخطأ هو رمية حرة فقط لفائدة المنتخب المصري، لأن المخالفة ارتكبت بعد أمامنا الإعادة. وخطأ رمية حرة فقط. خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. وحسين زكي عملية تقاطع الأحمر سيسدد عملية شفينكر، وجميلة جدا عملية شفينكر رائعة، والجمهور يتفاعل مع هذا الهدف. وأمامنا الإعادة رائعة جدا من أحمد الأحمر، 15-13، وأهداف رائعة من أحمد الأحمر. وتصطدم بالدفاع، تعود جانبية. صابر حسين بذكاء كبير، وتسديدة على الطائر كما يقال، ولكن النقيب موجود. نقاط القوة متكاملة في المنتخب المصري. حارس المرمى على أهبة، الهجوم لا يضيع كرات كما شاهدنا المنتخب القطري في المباراة الأولى، وبالتالي لم تسنح فرصة الهجمات المرتدة للمنتخب الإسباني بالوفرة التي يبحث عنها. واستبعاد للاعب روبن غربايا عملاق نادي بلد الوليد. اعتقد ان طاقم التحكيم بدأ ينتبه الى ان هناك خشونة او تخاشن بين الفريقين على مستوى الدفاع. حسين زكي يتولى رمية الجزاء حاليا، وديفيد او خافير هومبرادوس يتصدى لرمية الجزاء الثانية. يصبح مشكل إذا كان هذا الحارس من الحراس الذين إذا تمت تحميتهم كما ينبغي يصبح صعب جدا جدا المغالطة. روميرو يعود طبعا، وعملية مسك حذاري حسين زكي من وراء. رمية حرة لإيكر روميرو، حاولت كسب الوقت. وبطلب من مدرب المنتخب الإسباني غوميش باشتور، وقت مستقطع طبعا.
مشاكل كبيرة يعاني منها المنتخب الإسباني في هذه المباراة. 13 هدف من 22 تسديدة. لم تسنح له، لم يترك له المنتخب المصري استعمال سلاح الهجمات المرتدة. هدفان فقط. يستأنف اللعب إذن. وبكل قوة عملية تقاطع، وروبرتو أنتريريوس يسجل الهدف الرابع عشر. 15-14 دقيقة و25 ثانية على نهاية الشوط الأول. وحركة ممتازة من حسين زكي. لم يجد الحل مدرب المنتخب الإسباني على مستوى الدفاع. لماذا؟ لأن هناك لاعبان قويين جدا في المنتخب المصري على مستوى المحاورة الفردية، أحمد الأحمر وحسين زكي. مستوى الدفاع أيضا المنتخب المصري يقدم مباراة قوية جدا. جرارد عفوا. وتسديدة بدون تركيز كبير. حسين زكي مراقبة شديدة على أوريوس. وهنا التسديد من ألبرتو أنتريريوس. التسديدات التي كانت سلاح المنتخب المصري في منتصف الشوط الأول أو في النصف الأول من الشوط الأول. 16-15، ولكن إلى حد الآن ونحن على بعد 40 ثانية تقريبا من نهاية الشوط، إلى حد الآن المنتخب المصري له الأفضلية على جميع المستويات. وماشي بالكرة 20 ثانية والمنتخب الإسباني يبحث عن التعديل وعملية تبادل مراكز. وديفيس طبعا خطأ دفاعي كبير في عملية المراقبة. 10 ثواني وزوران يطلب وقت مستقطع لتنظيم صفوف الفريق على الهجمة الأخيرة، والثواني 13 ثانية المتبقية من عمر هذا الشوط الأول. على العموم شوط ممتاز جدا والنتيجة متعادلة الآن، وهناك أفضلية ب10 ثواني أو 13 ثانية لفريق المنتخب المصري. ربما المنتخب المصري ستكون له 13 ثانية في نهاية هذا الشوط، وسيبدأ الشوط الثاني والكرة في حوزته. مهم أن يحاول الاستفادة. سيدخل بدون حارس مرمى، سيدخل أعتقد الفخراني وعبد السلام، محمد عبد السلام كلاعب ثامن، لاعب سابع عفوا مكان حارس المرمى، ولكن طبعا بزي مخالف. هذا حسب قوانين كرة اليد لتكثيف الدفاع. لتكثيف الهجوم عفوا. يدخل محمد عبد السلام
وخبرة كبيرة من وخارج المرمى. إذن ينتهي الشوط الأول مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة الرياضية بين بطل العالم المنتخب الإسباني والمنتخب المصري بالتعادل 16 مقابل 16. وهناك مطالبة بتنفيذ رمية مخالفة أخيرة، طبعا ينفذها لاعب واحد لأن الحكم أعلن عنها. في التنفيذ سيكون أحمد الأحمر أكيد. وهناك فرصة صحيح نادرة، ولكن سبق وأن تحققت منها أهداف. صعب إذن حسب قانون كرة اليد يبقى أحمد الأحمر بقي لوحده لتنفيذ هذه الرمية، وتنتهي إذن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين المصري والإسباني 16 مقابل 16. نلتقي بإذن الله مع بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا بكم مجددا. مرحبا بكم في انطلاقة الشوط الثاني للمباراة الثانية في صالة في دي دوم في بريمن ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تجمع بين المنتخبين المصري حاليا في الهجوم والمنتخب الإسباني بطل العالم حامل اللقب، والذي عانى الكثير في الشوط الأول لكنه نجح في نهاية الشوط الأول نجح في تعديل النتيجة 16 مقابل 16. انطلاقة الشوط الثاني الكرة بحوزة المنتخب المصري الذي تألق بشكل كبير كما يتألق هنا حسين زكي في هذه المحاولة الفردية الجميلة جدا، والتي يأخذ بها الفارق من جديد 17 مقابل 16. مدرب المنتخب الإسباني استعمل كل الطرق تقريبا وقام بتغييرات عديدة على مستوى تمركز اللاعبين، على مستوى المحاولات الدفاعية والخطط الدفاعية، ولكن لم ينجح في المحاولات التي قام بها. الكرة تعود هنا لحارس المرمى، هناك خطأ من لاعب الدائرة وتعود الكرة إذن مصرية. 17-16 لفئة المنتخب المصري. نتمنى أن يتكرر ما شاهدناه في بداية الشوط المباراة الأول. وهنا المنتخب المصري يأخذ هدف آخر عن طريق محمد إبراهيم. جميلة العملية، كرة ذكية جدا وحركة ممتازة من محمد إبراهيم. 18 مقابل 16. الارتباك بدأ يلوح على مقعد احتياطي المنتخب الإسباني. دايفيس والانطلاق من بعيد وبكل قوة. ممتاز العمل من ماتيو جراردا. ثمانية 17. زكي ورائع. حسين زكي هدف رائع من منطقة صعبة بين المدافع الساعد والجناح، والقائم الأول لحارس المرمى خافير هومبرادوس. 19 مقابل 17. دائما التفوق لفئة المنتخب المصري الذي إن صح التعبير يأخذ التألق يفتكه من بطل العالم. أمامنا منتخب مصري يذكرنا بالمنتخب أيام زمان. هناك حيرة على وجوههم وصحفيي الوفد الإسباني أمامي، كذلك اللاعب لوزانو الذي لا يشارك هذه المباراة. روميرو وهجمة مرتدة مصرية ولكن تنقصها المساندة. جميلة جدا. حسين زكي على يمين حارس المرمى خافير هومبرادوس يتألق مرة أخرى ويسدد بذكاء كبير. 20 مقابل 17.
هل يفعلها المنتخب المصري؟ إيكر روميرو واستبعاد لمدة دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين ضد محمد إبراهيم. محمد إبراهيم لا أشاهد ما يستحق الاستبعاد لمدة دقيقتين. ومرة أخرى إذن المنتخب المصري في نقص عددي. وديفيس ورائعة من حارس المرمى. النقيب يتألق في هذه اللقطة. ومرة أخرى ولكن من جديد أمام أوريوس الجمهور يتفاعل ويصفق لحارس المرمى المصري. النقيب يتألق في هذه اللقطة. وديفيس وإيكر روميرو لا يجد الحل، وهناك لعب سلبي ومباشرة، والحكم يرفع يده عن اللعب السلبي. وديفيس والهدف. خسارة هذه اللقطة. علق في التسديدة الأولى أمامنا، ولكن طبعا ديفيس كان طليقا. ويسجل الهدف الثامن عشر، 20 مقابل 18. 20 مقابل 18 والهجوم للمنتخب المصري. بلال عواد كسب الوقت. مثلا المنتخب المصري يعاني من نقص عددي، وبعد 13 ثانية سيكتمل العدد. تدخل موفق من الحارس المرمى، وتعود الكرة ولكن للأسف ولحسن الحظ، لنقل لحسن الحظ. أحيانا بحاجة للحظ الإنسان في مباريات مثل هذه. تبقى النتيجة على حالها. سامسكي المصري حسن اليسري يقوم بدور هام جدا، وتسديدة، وتبقى لفهد ديفيس وتضيع عنه الكرة، ولكن طبعا خارج إطار المرمى، ضاعت عنه الكرة. مرة أخرى الحظ يأتي من جانب الدفاع المصري. تبقى الكرة مصرية والجمهور يصفق، الجمهور الألماني يصفق. هناك عدد من الجماهير المصرية، وتسديدة سهلة وغير موفقة. وسهلة تسديدة، لأنه لم يكن أحد يتوقع أن خوزي ماريا فاكيرو رودريغيز فاكيرو يذلل الفارق. إذن 20 مصر 19 إسبانيا. وخطأ على أحمد الأحمر.
ورمية جزاء ومعها استبعاد لمدة دقيقتين ضد صابر حسين. عندما ينتظر المدافع على خط 6 أمتار يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء أمامنا الإعادة طبعا. رمية جزاء خوان غارفيا وخارج المرمى، خارج المرمى. وابتسامة على عبد القادر على خط المرمى أمامي، على خط عفوا الاحتياطيين. يلعب براحة كبيرة المنتخب المصري، يذكرنا بالمنتخب المصري الذي تألق في بطولة العالم السابقة. و تبقى الكرة إسبانية والمنتخب المصري سيلعب لمدة دقيقة في نقص عددي، ولكن إلى حد الآن المنتخب الإسباني لم ينجح في التعديل. وتضيع الكرة، تضيع هجمة مصرية، هجمة مصرية وفرصة، ولكن ومشي بالكرة غريبة، خطأ غريب، خطأ غريب، خطأ بدائي. وتعود الكرة، النقيب يتألق والدفاع المصري يحافظ على فارق الهدف. والجمهور هنا كله مع المنتخب المصري. جمهور غفير ويستحق المنتخب المصري. يعني لا ننسى أنه يلعب ضد المنتخب بطل العالم حامل اللقب. ورمية حرة، لم نشاهد إلى الآن المنتخب الإسباني، شاهدنا المنتخب المصري. وجانبية، الفكرة جيدة ولكن التسديد في غير المكان المناسب. واستماتة دفاعية. من أونتريريوس ومشي بالكرة، ماشي بالكرة ضد ماتيو جرالدا. يتراجع مستوى المباراة نسبيا. الهجوم مصري لحد الآن. تسديدة رائعة، تسديدة رائعة رائعة من حسين عواد. واحد 21 مقابل 19. يلا المنتخب المصري متقدم. ورمية جزاء ولا نقاش فيها، رمية جزاء.
لا نقاش فيها طبعا. أمام الإعادة بالفعل حسين عواد، رمية جزاء. من سينفذ الآن؟ إيكر روميرو. كان أضاع رمية جزاء في بداية المباراة. وعلى يسار الحارس المصري النقيب 21 مصر 20 إسبانيا. إيكر روميرو مرة أخرى حسين عواد بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، وتباطؤ من الدفاع الإسباني. ذكية من المدرب زوران، لأنه طبعا لم يشاهدوا حسين عواد في الشوط الأول. ورمية جزاء، رمية جزاء لأن الدفاع كان داخل خط الدائرة. مشاهد واضح مصطفى السيد كان داخل خط الدائرة. ويعود إيكر روميرو والجمهور يحاول التأثير على إيكر روميرو، لكن تسديدة قوية للغاية. ويعود فارق الهدف الوحيد ونحن على بعد أقل من 16 دقيقة من نهاية المباراة. هام جدا لو يفوز المنتخب المصري بهذه المباراة سيصبح مؤكد التأهل إلى الدور الثاني. جميلة العملية وجميل التدخل من حارس المرمى، حلوة. والحكم يلغي الهدف لأن لاعب الدائرة كان داخل خط المرمى، أصلا ليس لاعب، هو مدافع فقط. وتضيع كرة وهجمة مصرية ولكن يفضل التريث. والجمهور يساند المنتخب المصري. ورمية جزاء ومعها دقيقتان. رمية جزاء ومعها دقيقتان ضد اللاعب ماتيو جرالدا لاعب نادي أديمار. لا بصراحة المنتخب الإسباني لا يستحق الفوز في هذه المباراة. لم يقدم ما هو مرتقب منه. الأحمر وأرضية جميلة 23 مقابل 21. وردة الفعل مباشرة تأتي عن طريق خوزي ماريا باكيرو أو خوزي ماريا رودريغيز، اسم طويل. وتضيع ديفيس. تبقى الكرة الإسبانية. هناك تفوق، لا هناك ولا خطأ في التمركز وديفيس يسجل الهدف الثالث
والعشرين التعادل. والله المنتخب الإسباني يعني في المتناول. جميلة جميلة جدا، جميلة جدا، جميلة جدا. حسن يسري، وأجمل منها التمريرة، يتابع من حسين زكي في المكان المناسب. لا يمكن أن يكون بطل العالم ويدافع بهذا الشكل. وخطأ على أونتريريوس، ألبرتو أونتريريوس. وضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. وديفيس، ديفيس ذكي جدا، فتح الزاوية ويعدل النتيجة مرة أخرى. 24 مقابل 24. الهدف الثاني على التوالي أمامنا. جانبية، ولكن هناك تدخل من الدفاع. اختار مدرب المنتخب الإسباني وحيرته يمكن أن نستوحيها من تغيير المراكز المتواصل على المستوى الهجومي خاصة. هناك حيرة، لم نشاهد أونتريوس كثيرا، لم نشاهد يعني في نفس المركز أو ضمن التشكيلة. وارتجال والكرة، الكرة إسبانية ودفاع غير متوازن، والهدف من بيلوستيجي. ولأول مرة المنتخب الإسباني يأخذ الفارق 25 مقابل 24. ليش دقيقة قبل نهاية المباراة المنتخب الإسباني يأخذ الفارق. وكرة أخرى، كرة أخرى تضيع على الهجوم المصري. حذاري حذاري من التسرع. كالعادة يخرج إيكر روميرو، يدخل ألبرتو أونتريريوس، وتسديدة أرضية، تسديدة أرضية مفاجأة مرة أخرى من إيون بيلوستوغي لاعب سوداد. ستة 26 إسبانيا، 24 مصر. حارس المرمى محمد شرف الدين يعوض النقيب. طبعا النقيب مباراة كاملة تقريبا. لا، مشي بالكرة بفعل. الخطوة الأخيرة طبعا نوعا ما من جميلة جدا، جميلة. لماذا لا يقع الإعداد لأحمد الأحمر كما ينبغي؟ 26 25. تسديدة من 8 أمتار ونصف تقريبا. أحمد الأحمر والهدف من أوريوس فرانشيسكا رولاندو. 27 25.
ما زالت المباراة 8 دقائق ونصف تفصل على نهاية المباراة. وسهلة وهجمة مرتدة، هجمة مرتدة لفئة المنتخب الإسباني، ومن بعيد وهدف جميل جدا من رودريغيز. أمامنا الإعادة رغم تدخل أحمد الأحمر، زاوية المقابلة، وبالطبع مدرب المنتخب المصري زوران يضطر إلى أخذ وقت مستقطع رغم أنه ما زال الوقت أقل من 7 دقائق بقليل. أقل من 8 دقائق تصل على نهاية المباراة، ولأول مرة المنتخب الإسباني يأخذ فارق 3 أهداف، وهذا لا يعكس بصراحة وجه المباراة على الأقل إلى حد الدقيقة 20 من الشوط الثاني. المنتخب المصري كان سيد الموقف ووضع منافسه الإسباني بطل العالم في موقف محرج على جميع الأصعدة دفاعا وهجوما. زكي الدفاع الإسباني أصبح يلعب في مكان قريب جدا من الهجوم المصري، وبالتالي لم يترك المساحات، ولكن أعتقد أن على مستوى الدائرة هناك نقص في الاستغلال. وحسين زكي ينطلق من بعيد، وهذا هو المطلوب. 28-26 هذا هو المطلوب. ما زالت المباراة. تغيير مراكز البيتو أونتريريوس يدخل كلاعب دائرة، والكرة تبقى مصرية. النقيب كان موجودا، وخطأ ما زال الوقت، لماذا التسرع؟ حركة فنية ممتازة، والبرتو أونتريريوس أمامنا. طبعا خبرة كبيرة لهذا اللاعب، استغل الدفاع المصري. 29 مقابل 26. على المساندة حسين زكي، وجميلة من هذا الجناح الأيمن مصطفى السيد، والتمريرة ممتازة أيضا من أحمد الأحمر أساسا يعني انطلاقه كان من الجناح الأيمن، ويعرف جيدا التمريرات التي يستفيد منها كما ينبغي الجناح الأيمن. فارق هدفين لفئة المنتخب الإسباني، أقل من 5 دقائق وبسهولة، ويتراجع الدفاع المصري، لست أدري لماذا. ما زالت المباراة
فريق الصحفيين الإسبان أمامي يتنفسون سعداء نسبيا، ولكن طبعا ما زالوا متخوفين لأن الوقت فيه ما يكفي، فيه ما يكفي. لو يتجنب المنتخب المصري مثل هذه المحاولات التي صعب أنها تغالط الحارس همرادوس أو باروفيت. حوار بالإسبانية طبعا، يعني حسين زكي يتكلم الإسبانية. زميلان في نفس الفريق كانا يلعبان معا في نفس سيوداد ريال. ويلعب الورقة الأخيرة للمنتخب المصري، ينتشر دفاعا وبسهولة. ديفيس طبعا خروج الدفاعي فيه تضحية وفيه مقامرة، لأن الوقت يمر، 3 دقائق ونصف تفصلنا على نهاية المباراة، والفارق 4 أهداف لفائدة المنتخب الإسباني. مقعد الاحتياط وفير في الجانب الإسباني، بينما المنتخب المصري تقريبا يعتمد على نفس التغييرات. هناك ربما نقص نسبي على مستوى الدائرة أو في استغلال الدائرة، لأن لاعبي المنتخب الإسباني طويلي القامة. والتألق الأحمر وحسين زكي وكذلك حسن يسري جعل الدفاع الإسباني يتقدم، وكان بالإمكان الاستفادة على مستوى لاعب الدائرة. ولكن على أي حال أحمد الأحمر يستعد لتنفيذ رمية الجزاء وينفذها بنجاح ويعيد الفارق إلى 3 أهداف، ونحن على بعد 3 دقائق بالضبط. غوميز فاكيرو في التنسيق، ألبرتو أنتريرو ساعد أيسر، الخبرة بالاحتفاظ بالكرة، والهدف يأتي رقم 32 طبعا. وشخصيا كنت تابعت تمرين المنتخب المصري الإسباني أمس، وكانت هذه العملية التكتيكية أو الجملة التكتيكية تدرب عليها المنتخب الإسباني، التي جاء بها هذا الهدف رقم 32، والذي يعتقد أنه يضع المنتخب الإسباني في مأمن نسبيا. جميلة جدا من حسن يسري، ممتاز هذا اللاعب. ولو أنه وضع رجله قبل التسديد ولم ينتبه الحكم حسب ما تبينه الإعادة. 32-29 وجميلة جدا، تدخل من محمد النقيب. دقيقة ونصف وفارق 3 أهداف. حمله ثقيلا في هذه على المنتخب المصري. حسين زكي يبحث عن المساندة، ولا صعب الوصول إلى لاعب الدائرة. ورمي الجزاء لفات المنتخب المصري. دقيقة، والحد الأدنى لو تنفذ هذه الرمية بنجاح سيكون المنتخب الإسباني لديه الحد الأدنى هدفان، وأمامه دقيقة واحدة
أو أقل من دقيقة بعد تنفيذ رمية الجزاء طبعا، ولكن يبقى من الممكن وتضيع طبعا، تضيع رمية الجزاء ويضيع معها بصيص الأمل الذي كان قائما في إمكانية العودة. ولكن إحقاقا الحق المنتخب المصري قدم مباراة بطولية كبيرة، مباراة بطولية كبيرة طبعا، واعتقد انه في طريق العودة الى سابق تألقه في قبل مونديال البرتغال. بداية 93 عندما دخل المربع الذهبي في مونديال 2001 في فرنسا. وتنتهي إذن المباراة بتفوق إذن المنتخب الإسباني بطل العالم على نظيره المصري ب 33 هدفا مقابل 29. مباراة إذن بطولية للمنتخب المصري، نتمنى أن يجدد التألق المنتخب المصري في بقية المشوار في هذه البطولة العالمية. هذه هي اللقطات الأخيرة، روح رياضية عالية في نهاية هذه المباراة، وستكون لنا طبعا لقاءات أخرى مع بطولة العالم ألمانيا 2007، وعودة إلى الاستوديو بعد الفاصل الإعلاني. إلى اللقاء.